السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جاي اشرح لكم تمارين مهم جدا لعضلات الظهر. ناس كتيرة بتغلط فيه وبتتظلم فيه. تمرين الظهر بالبار وبالدمبل. واهم حاجة يا جماعة لازم نعرف ان عضلات الظهر اكتر عضلات اللي بتدي شكل قوة للجسم، وبتفرد جدا في شكل الظهر من ورا، خصوصا لما بتلبس لبس وتيشيرت. اول تمرين نبداه هو تمرين اللي احنا بنلعبه تمرين البار. خد بالك يا نجم، ظهرك يكون مستقيم وركبتك تكون متنيه بسيط، وامسك البار بمسافه واسعه من كتف، يعني من كتف شويه يعني. اسحب البار لبطنك بهدوء وركز في الحركه، يكون من الكتف مش من الدراع. حس بشد العضل، ولما تنزل بالبار انزل براحتك عشان تحافظ على التكنيك او الكنترول بتاع الجسم. تلعب كام عده؟ 4 جولات، كل جوله 10 في 12. اهم حاجه التكنيك، وظهرك يكون مستقيم. اهم حاجه ظهرك يكون مستقيم. لازم واحنا بنلعب تانيين رجلينا بسيط وضمينها، و- ونخلي ايدينا يعني مسافه ايه، بعيده شويه عن الكتف، زي كده، بحيث وانت بتسحب تسحب 60 90 درجه. شوفوا زي ما انتم شايفين كده قدامكم. اهم حاجه يكون ظهري مستقيم وبسحب. 12 في 4. من احسن التكنيك في تمرين الظهر هو تمرين البار. بس وانت بتلعب التمرين ده لازم يكون انت متاكد بالتكنيك بتاع الحركه، لان الوزن الثقيل بيدمر وبيدهور العضلات. ظهري مشدود زي ما انت شايف كده، وبطلع واسحب، بنزل بالراحه وبطلع. خد بالك يا بطل، اللي لعب 4 جولات 4 في 10 او 12. اما التمرين التاني اللي احنا نلعبه هو تمرين الدمبل. وتمرين الدمبل ده لازم اظبط ظهري، واحط ايدي على صدري كده، واظبط نفسي، وابدا امسك الدمبل بايدي التانيه، وارفع لحد كوعي ما اوصل جنبي وانسى. واركز برضو على عضله الظهر مش عضله الايد، مش الايد. جرب بطيء وحس بالشد، لان ده هو اللي هيبني العضله صح. ونصيحه مني ليك، ما تشيلش وزن تقيل وانت لسه مش اتحكمت فيه، لان التكنيك عايز اهم حاجه عنده مش الوزن. الظهر محتاج تركيز، مش محتاج وزن تقيل، لان الوزن الثقيل ممكن يدهور العضله عندك زي ما انت شايف كده. ممكن تسند حاجه زي كده. نلعب بالحركه الثانيه هي ركبي، اظبط ركبي ظهري، اظبط صدري كده. ممكن العب كده او اسند على حاجه عاليه. يا رب يكون التمرين تستفادوا منه والشرح بتاعي يعجبكم. وده من اساس التحكم في تمرين الظهر، لان التمرين ده اساسي ولازم تركز فيه. البار وتمرين الدمبل بالظهر بالذات، لان الحاجات دي ممكن ما تجيبش معاك نتيجه.
اهم حاجه التكنيك مش الاوزان التقيله. في الدمبل والبار التكنيك. اه يا جماعه. نصيحه مني يا بطل، ما تشيلش وزن تقيل وانت لسه مش اتحكمت في الحركه، لان الكنترول او التكنيك اهم حاجه مش الوزن. والظهر مش محتاج الا تركيز، مش محتاج وزن، لان الوزن التقيل بيدهور العضلات. في الاخر لو استفدت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهات التمارين الجديده ان شاء الله، واشوفكم على خير باذن الله.